السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير وحبايبكم، اللهم امين. صباحكم مشرق بنور الله. يا رب يصلح حالكم ويسعدكم ويرضيكم ويكبر بخواطركم حبايب قلبي. هنعمل ايه النهارده؟ هنسمي الله ونصلي على الرسول. ومعانا كده نص كيلو بانيه حبايب، كنت متبلاه ببشر بصلة وفلفل وطماطم بشوية مية كده حبايبي، وملح وفلفل بس كده، وشوية كنزبيل عشان بس ايه بيضيع صفارة الفراخ خالص. طلعتهم كده اما اتبلهم ليلة كاملة، وقمت حاطة عليهم بيضة ممكن تستغني عنها. وقمت جايبة هنا الكريسب اللي هو بنجيبه من عند العطار، جبت للنص كيلو بحوالي 10 جنيه. وقمت جاية واخداه ضربة كده في الخلاط عشان يبقى إيه ناعم معاكي، مش حباه يبقى خشن قوي، عشان يلزق كده في قطع البانيه. ونتك بقى جامد كده حبايبي، نحاول نصفيها بقى من السوائل دي. وبعدين نتك بقى جامد واحنا بنتبلها كده، بحيث البقسماط او الكريسبي يلزق في في قطعة البانيه معاه. شايفين يا حبايبي؟ وهنعملها النهارده صحية خالص، هنعملها في الاير فراير يا دوبك كده بمسحة زيت بالفرشة، حاجة كده تحفة اللهم بارك. ممكن بنفس الطريقة تعمليها كده في فرن البوتاجاز، بس تحطي على الأرضية وعلى أعلى درجة حرارة 5 دقايق من هنا و5 دقايق من هنا، عشان خاطر ما تنشفش معاكي. سخنت كده حبايبي الاير فراير، وقمت جايه لازم طبعا زي ما احنا متعودين يا حبايبي اي حاجه ندخلها فيه، عشان الناس اللي بتشتكي ان الحاجه بتنشف معاهم. لازم نسخنه الاول يبقى واخد درجة حرارة كويس جدا، وبعد كده ندخل اي حاجة بقى عاوزين نعمل. هنا بالفرشة كده حبايبي، مسحة زيت بس من فوق ومن تحت، وحطيتها على الأرضية. محطتش ورق ولا أي حاجة صراحة، حطيتها كده على الأرضية ذات نفسها. بعد ما خدت زي ما قلتلكوا درجة حرارة، ولازم نبقى بالفرشة كده مسحين الأرضية كمان زيت، عشان خاطر ما يلزقش معاكي. شايفين يا حبايبي؟ 5 دقايق بس، وقمت جاية قلبها واحطها تاني 5 دقايق. بقول لكم شوفوا اللون. ممكن بقى تعمليها ببقسماط لو ما عندكيش الكريسبي، بس الكريسبي هيديها لون جميل وشكل كمان يعجب اطفالنا. شايفين يا حبايبي التسوية؟ اللهم بارك. واقطعها معاكم برضو عشان تشوفوها من جوه وتتأكدوا انها استوت. البانيه زي ما احنا عارفين ما بياخدش سوا، وشايفين الطبقة عليها متماسكة ازاي؟ اللهم بارك. وطري وما نشفش ولا حاجة من جوه. الطبقة اللي من بره كده واخدة سنة قرمشة كريسبي كده، ومن جوه طري ومستوي زي الفل. حمرت شوية بطاطس، ما هو صحي على مش صحي. البطاطس الفقش دي مين بيحبها زي المسلوقة دي؟ بتبقى جميلة قوي وبتفتح النفس، وبتفكرني كده بأكلات أمي. الله يرحمك يا أمي ويرحم موتانا وموتى المسلمين. لو عجبكم الفيديو متنسوش اختكم باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.